طب يلا بينا بقى نعرف ايه ال history of the atom، يعني اكتشافات الاتوم على مر التاريخ. اول حاجة عندي في ال ancient times من زمان قوي كان في عندي Greek philosopher قال ان all matter is made up of tiny invisible particles called atom. يبقى كان عندي فيلسوف يوناني Greek philosopher في ال ancient times قال لي إن all matter is made up of tiny indivisible particles called atom، إن الأتوم بتتكون من particles tiny صغننة خالص و indivisible ما ينفعش إن أنا أقسمها، اسمها أتوم. بعد كده في ال early 18th century في بداية القرن ال19 طلع لي أول scientific theory first scientific theory. مين اللي عملها؟ عالم اسمه جون دالتون. جون دالتون قال لي إن الأتوم بتتكون من tiny indivisible spheres، يعني الأتوم دي عبارة عن كور صغيرة وبرضه غير قابلة للتقسيم. دي كانت أول scientific theory the first scientific theory، ودي بتيجي في الأسئلة كتير. مين العالم اللي عمل the first scientific theory؟ هنقول على طول جون دالتون. بعد كده جالي عالم اسمه إرنست راذرفورد سنة 1909. ده عمل لي النيوكلير موديل، الموديل بتاع الأتوم اللي احنا عارفينه دلوقتي.